احكي لنا بقى محمد، انت كنت كام كيلو؟ 62. احنا دلوقتي ما شاء الله عاملين عمليه من شهر يناير، يعني شهر 12 تقريبا، داخلين في سنه. احنا كده وصلنا لكام؟ 96 كيلو. 97 عشان المصداقيه. ماشي. يعني ما شاء الله اكتر من 60 كيلو خلال ما كملناش سنه يعني. طب ايه اكتر حاجه كانت تعباك قبل العمليه من زياده الوزن يعني؟ كل حاجه، مفيش حاجه كانت حلوه. زي بقى مشي علاقاتي مع الناس في الدنيا، كانت الواحد بيستخبى، ما بيحبش يمشي، ما بيحبش يروح يمشي. انا كنت شايف نفسي حلو، لكن كان مضايقك في الحركه والمروح والمجي والكلام ده؟ كان مأثر عليك يعني؟ كان هو من الشغل ما كنتش بعرف اعمل شغل كويس كمان، وللبيت. ايه اللي خلاك تاخد قرار انت لازم تعمل عمليه ولازم تخسر؟ ايوه بقى، وصلت لمرحله ان ما ينفعش. ايه ده، انا رايح فين؟ وطبعا جربت كل حاجه قبل كده وما نفعش. ادويه بقى ادويه ورجيم وابر صينيه وبتاع. 60 كيلو ده بني ادم تاني. انت 26 سنه، انا مش متخيل مثلا 26 سنه و160 كيلو اما لما تبقى 35 ولا 37 ولا مش هقول لك بقى خمسينات. ما هي دي الخطوه اللي خلتني اجي. دلوقتي لا، دلوقتي لا، مش حمال خالص. لا، هو الحاجات الحلوه بس اللي مأثره فيا، بس مش مشكله. احنا ماشيين كويس جدا جدا. احنا طولنا 178 زي ما اتفقنا. انا عايزك تنزل بس توصل للثمانينات عشان يبقى عندك رينج براحتك وكل اللي نفسك فيه، بس كميات قليله. واليوم اللي اتلخبط فيه شويه تلعب شويه رياضه او تتمشى زياده او كده، تبقى الدنيا كويسه. يعني اي حد عنده وزن زياده جدا يا محمد، تنصحه يعمل عمليه ولا تقول له بلاش؟ لا، يعمل. لو هو شايف نفسه ان هو يقدر يكمل يعمل. مفيش بقى مشاكل يعني. الدنيا بعد العمليه فرقت 180 درجه. 180 درجه، فرقت جامد جدا جدا جدا. بني ادم تاني.